على الرغم من إنها سلسلة للأطفال، إلا إن قصة لعبة كان فيها عدة وفيات مؤكدة، وبعضها كان فعلاً عنيفاً جداً. فالنهاردة هنتكلم عن أسوأ الوفيات في سلسلة قصة لعبة كلها، وكمان عن شخصيات كتير اختفت، وغالباً برضو ما وصلتش حية لحد قصة لعبة 5. كومبات كارل. على مدار سلسلة قصة لعبة شفنا نسخ كتير من كومبات كارل. أشهر واحد فيهم غالباً هو اللي ظهر في قصة لعبة الرعب، لكن أول كومبات كارل شفناه كان ليه قصة مختلفة تماماً. في أول فيلم لقصة لعبة سنة 1995، سيد فيليبس ربط صاروخاً في ظهر كومبات كارل، ولع فيه وبعته يطير ويتفجر ل1000 حتة. الفيلم ورانا بس الانفجار، ومن بعدها ما شفناش أي حاجة عن كومبات كارل ده. يعني دي كانت أول وفاة مؤكدة في السلسلة كلها. الذبابة اللي ماتت على واقي خوذة باز. في نفس الفيلم ده في موتة تانية حصلت في أقل من ثانية ومحدش تقريبا فاكرها. بعد ما وودي رمى باز من الشباك، باز قدر يركب عربية أندي عشان يلحقه وياخد حقه. بس لما دخل من السقف المفتوح بنشوف إن فيه ذبابة خبطت في واقي خوذته واتسحقت تماماً. وأيوة، هي ميتة لأنه حتى أحشائها طلعت، يعني خوذة باز في الآخر اشتغلت زي زجاج العربية الأمامي. بوستر. فاكرين بوستر؟ الكلب السوسيسي اللي جابوه هدية لأندي في الكريسماس في آخر أول فيلم؟ في الوقت ده غالباً كان عمر بوستر حوالي 3 شهور، وفي توي ستوري 2 شفناه كلب بالغ تقريباً عنده 2 سنين. لكن في توي ستوري 3 كان كلب كبير في السن، كان بيلاقي صعوبة في المشي، وزنه زاد كتير، وكان تقريباً عنده حوالي 12 سنة. في توي ستوري 4 ما ظهرش لأنه فضل عايش مع أندي، بس في الوقت ده كان المفروض بوستر عنده حوالي 13 سنة. ده معناه إنه في توي ستوري 5 بوستر هيكون وصل ل 15 سنة. كلب السوسيس عادة بيعيش من 12 ل 16 سنة، وده بيعتمد على حجمه والرعاية اللي بياخدها. وبالنظر للحالة اللي شفنا فيها بوستر من أول توي ستوري 3، الأغلب إنه في توي ستوري 5 يكون مات بالفعل. فسيبوا لايك وكومنت باسم الصديق الوفي لأندي. سكوت. كلب سيد. ولو بوستر غالبا مات خلاص، اللي أكيد ما وصلش لتوي ستوري 5 هو سكوت، كلب سيد فيليبس. سكوت كان كلب بالغ من أول فيلم. احنا مش عارفين بالظبط كان عنده كام سنة، بس حتى لو كان عنده 2 أو 3 سنين بس في وقت توي ستوري 5 كان هيبقى عنده حوالي 17 أو 18 سنة. يعني سكوت كمان كان هيكون مات من زمان بسبب سنه قبل ما الجزء الخامس يبدأ بكتير. اللاعب اللي سيد فيليبس كسرها. بس الكلاب ما كانوش الضحايا الوحيدين اللي ليهم علاقة بسيد فيليبس. سيد ما كانش بيعذب لعبه بس، الولد كان بيتسلى وهو بيعمل عمليات، بيبدل راسهم، يشيل أجزاء منهم، ويجمع بقايا لاعب كتير عشان يبني لعبة جديدة. واحد من أوضح الأمثلة هو جاني، عروسة أخته هانا. سيد شال راسها وبدلها براس بتيروداكتيل كجزء من اللي هو بيسميه عملية زرع مخ مزدوجة، بس جاني والبتيروداكتيل ما ماتوش. بعد كده لعب الأطفال المتحولة رجعوا راسهم على أجسامهم الصح، والاتنين شاركوا في الخطة عشان ينقذوا وودي وباز. نفس الكلام حصل مع بيبي فيس، داكي، ليجز، رولر بوب وباقي لعب الأطفال المتحولة، مع إنهم مقاسهم أجزاء ومتركبين من قطع لعب تانية، كلهم لسه عايشين. في الحقيقة هم اللي بيساعدوا في تصليح الضحايا الجداد بتوع سيد. اللاعب اللي فعلا شكلهم ماتوا هم اللي اتفككوا تماما واتسابوا في اوضته. بمصباح سيد بنقدر نشوف كذا رأس عروسة منفصلة عن جسمها، عمرهم ما بيتحركوا ولا بيساعدوا الباقيين، وكمان مش بيرجعوا يظهروا لما كل اللعب بيقوموا ضد سيد. يعني في الوقت اللي اللعب المتحولة قدرت تعيش بأجزاء جديدة، العرايس اللي في المصباح غالبا كانوا ضحايا تانيين لعمليات سيد وما بقوش ينفع يتصلحوا. سيد فيليبس. وبما إننا بنتكلم كتير عن سيد فيليبس لازم نذكر الموت اللي كتير بيعتقدوا إن بيكسار خبته في فيلم كوكو. في توي ستوري 3 بنشوف سيد تاني وهو شغال جامع قمامة، ونعرف إنه هو لأنه لسه لابس نفس التيشيرت الأسود اللي عليه جمجمة زي ما كان وهو صغير، وكمان شعره أطول ولابس سماعات وبيعمل موسيقى بسلات الزبالة.
بعد سنين في فيلم كوكو بيظهر موسيقي في أرض الموتى لابس تيشيرت عليه نفس الجمجمة اللي على تيشيرت سيد بالظبط، وكمان شعره طويل. وبيكسار عمرها ما قالت إن ده سيد، يعني التيشيرت ممكن يكون مجرد إشارة أو تلميح بس بسبب اللبس والشعر وكمان ارتباط الشخصيتين بالمزيكا اتعملت نظرية إن سيد فيليبس مات في وقت ما بعد توي ستوري 3 وظهر كهيكل عظمي في كوكو. يعني هي مش وفاة مؤكدة، بس لو فعلا الشخصية دي في كوكو هي سيد، على الأقل نعرف إنه اشتغل في المزيكا وما بقاش قاتل متسلسل. ويزي في توي ستوري 2 اتعرفنا على ويزي البطريق اللي تقريبا بدأ كل أحداث الفيلم. في الأول كان حزين جدا عشان الصفارة بتاعته ما بقتش شغالة، وكان عارف إن أندي هتبيعه في بيع قدام البيت. وودي قدر ينقذه وأندي صلحه، وفي الآخر باين إن كل حاجة انتهت كويس معاه. لكن في توي ستوري 3 ما شفناهوش تاني، وبرضه ما ظهرش في الجزء الرابع ولا الخامس. طيب إيه اللي حصل لويزي؟ بسبب شكله والصوت اللي كان بيعمله. ويزي كان واحد من الألعاب اللي بتصدر صوت صفير زي ألعاب الكلاب. واحدة من النظريات بتقول إنه انتهى به الحال في بيع في الحديقة تاني، وحد اشترى ويزي كلعبة الحيوان الأليف، وكلبه في الآخر قطعه. يمكن ما كانش باستر، بس بعد كل السنين دي ومع إنه كان هش من أيام توي ستوري 2 كان صعب جدا ويزي يفضل عايش لحد الفيلم الخامس. انتوا رأيكم إيه اللي حصل له؟ جاري، فاكرين جاري الرجل العجوز اللي صلح وودي في توي ستوري 8؟ وعلى فكرة هو نفس الرجل العجوز اللي كان بطل الفيلم القصير بتاع بيكسار لعبة جاري اللي كان بيلعب فيه شطرنج ضد نفسه. لما ظهر جاري في توي ستوري 2 كان شكله كده عنده بين 65 و70 سنة. لو حسبنا السنين اللي عدت لحد توي ستوري 5 ساعتها جاري هيكون قرب أو حتى عدى 80 سنة. وكمان في توي ستوري 4 بيظهر له صورة ورا الكاونتر بتاع محل التحف. ده خلى ناس كتير يفتكروا إن مارجريت صاحبة المحل ممكن تكون مراته، وإن جاري كان بيشتغل هناك في تصليح الحاجات قبل ما يموت. الصورة مش بتأكد إنه مات، بس بتوضح إن جاري كان ليه علاقة بالمحل، وبالنظر لسنه غالبا في توي ستوري 5 هيكون توفى، وإن الصورة دي كانت من الذكريات اللي سابها في المكان. الموت الوهمي لزورج كمان. عندنا موت زورج المزعوم اللي اتشال في توي ستوري 2، مع إن هنا لازم نوضح بالظبط إيه اللي حصل. خلال المعركة في الأسانسير ريكس ضرب زورج بالغلط وخلاه يقع من ارتفاع كبير جدا، ولمدة دقايق الفيلم كان عايزنا نصدق إنه مات، بس بعدين بنعرف إنه لسه عايش وبيظهر تاني مع نكتة أنا أبوك. يبدو إنه كان في نسخة كان زورج هيموت فيها فعلا، بس ده كان هيبقى مظلم قوي على الجمهور، عشان كده غيروا النسخة. غيرنا أبو أندي. ناس كتير اتسألت ليه أندي عمره ما كان عنده أب موجود في أي فيلم من الأفلام. لسنين طويلة كانت في قصة بتتقال إن أبو أندي كان هو الملك الأصلي لوودي. على حسب الرواية دي هو اتصاب بشلل الأطفال وهو صغير، واحتفظ بودي طول حياته، وقبل ما يموت اداه لابنه. النظرية دي بقت مشهورة جدا عشان المفروض إن اللي حكاها هو جو رانفيت، واحد من كتاب السيناريو في بيكسار. بس أندرو ستانتون اللي كتب أول فيلم برضه قال إن القصة دي كذبة كاملة، يعني موت والد أندي بسبب شلل الأطفال مش جزء من القصة الرسمية. بس بيكسار برضه ما وضحتش إيه اللي حصل له فعلا، عشان كده ناس كتير لسه بيصدقوا إنه مات قبل أحداث أول فيلم. سامي سلاماندرا في توي ستوري 5. اتعرفنا على سامي سلاماندرا حيوان بوني الأليف، بس لما وودي سأل إذا كان هو نفس سامي اللي كان يعرفه مع باقي اللعب شرحوا له إنه في الحقيقة سامي سلاماندرا رقم 2. سامي سلاماندرا رقم 1 مات قبل ما الفيلم يبدأ، بفعلا وفاة مؤكدة تانية جوه السلسلة. بعد كده لما الألعاب اكتشفوا إن إيديهم البلاستيك مش شغالة على شاشة ليلي بوت، مسكوا سامي رقم 2 واستخدموا واحدة من رجليه عشان يتحكموا فيها، لكن بعدين سابوه وسامي هرب وسط الزرع. سامي رقم 2 ما ماتش في المشهد ده، آخر حاجة شفناها إنه قدر يهرب، بس أثناء التترات بيظهر سامي سلاماندرا رقم 3. ده مش معناه إن التاني مات، فالأقرب للمنطق إن بوني ما قدرتش ترجعه بعد ما هرب، فاستبدلته بواحد تاني وخلاص.
بس في كل الأحوال في وقت قصير جدا بوني كانت فقدت سلمندرتين مختلفتين. ولما نعرف إن السلمندر ممكن يعيش من 5 ل 30 سنة لو اتربى كويس، ده يبين إن بوني فعلا صاحبة حيوانات أليفة سيئة جدا. موت باز في جيم بوي كولر. وأخيرا عندنا تنويه شرفي مش كل الناس تعرفه. في لعبة توي ستوري 2 على جيم بوي كولر، لما اللاعب يخسر كل الأرواح بتظهر أنيميشن لباز وهو واقع على الأرض ومعاه بطاريتين. اللعبة نفسها بتشرح إن باز خلصت طاقته، جسمه بيبقى منهار تماما ومبقاش يقدر يتحرك. يعني ببساطة بتورينا ازاي ممكن تكون نهايته لو في يوم بطارياته خلصت للأبد. وطبعا دي مش وفاة رسمية في الأفلام، بس هي واحدة من المرات القليلة اللي السلسلة ورتنا فيها بشكل مباشر ازاي بوز لايتر ممكن يموت. ودلوقتي قولولي أنهي واحدة من كل الوفيات دي ما خدتوش بالكم منها، وأنهي شخصية تانية شايفين إنها برضو ما وصلتش حية لحد توي ستوري 5.